ابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. وسلام لقلبك المحاول. السلام عليكم. السلام عليكم. أبشركم بإذن الله عز وجل إن إحنا المرة الجاية الحلقة التانية من بعنوان نبض تحت الثلج وصهيل في الليل هتبقى بعنوان ايه؟ نسيت العنوان. اسمه ايه العنوان يا ربي؟ بسم الله. هل عمري ضاع على الفاضي؟ سؤال كلنا بنسأله، كلنا حرفيا الجيل بتاعنا ده بالذات كله بيسأل هل عمري ضاع على الفاضي. ده السؤال ان شاء الله اللي هنتكلم فيه ونتناقش فيه المرة الجاية. وانا دوري على القناة مش ان انا اقدم اجابات فورية، لا احنا هبحث في الموضوع وافكر فيه وكده، بس طبعا مش هيبقى عشوائي زي الفيديو الاول، لا انا هبقى كاتبه نقاط محدده هنتكلم فيها باذن الله عز وجل. وبرده لو حد مهتم بالموضوع ممكن يكتب لي برده حابب يتناقش في ايه او هو وجهه نظره في الموضوع ايه، بحيث نبقى في تفاعل مع بعضنا كده ان شاء الله يعني، ونقدم ونفيد ونستفيد. تمام. طيب جت في بالي فكره بقى تانية النهارده ان شاء الله، ان احنا هنبدا كتاب مع بعض كده هنسجله صوتيا، وهو كتاب السلام عليك يا صاحبي لأدهم الشرقاوي. بإذن الله هنبدأ نسجل كل فترة كده مقال، وبإذن الله يعني خير. الإهداء إليك وحدك تعلمين أن هذا الكتاب لك. السلام عليك يا صاحبي. تأتي بنا الدنيا وصيرتنا كلا في بلد، لقد استكثرت علي أن أتنفس هواء مر من قبل برئتيك، وأشم نسمة سبق ونفحتك فجاءتني محملة برائحتك. ألا وإن المحبين يتعزون بالروائح. ومن قبل قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف، فيا يوسف الوسيم والعذب ورقيق، ليت لي قوة لكنت أبقيتك معي ووفرت علي وعليك عناء الفراق. لو كان الأمر بيدي ما تركتهم يطرحونك أرضا، فكل أرض أنت لست فيها أنا فيها غريب. ولو كان الأمر بيدي حين ألقوك في جب السفر لكنت سبقت السيارة إليك وألقيت دلوي وانتشلتك، ولم أكن لأبيعك بثمن بخس. كل الدنيا ثمن بخس لك يا صاحبي. كنت سأنتشلك وأخذك إلى صدري وأقول لك لا بأس أنا هنا، وأجفف روحك المبتلة بماء الفراق وأخذك إلي وأقول لك أنا إخوتك كلهم نيابة عن إخوتك الذين تركوك. أنا أمك التي تشتاقها، أنا أبوك المكلوم على فقدك، أنا كل هؤلاء معا لأني أحبك أكثر منهم معا. لو كان الأمر بيدي ما تركتهم يغلقون عليك الأبواب، وما سمحت لهم أن يتهموك، فأنت عندي فوق التهمة، أنت الذي لا تروبني بشأنك رائبة. لو كان الأمر بيدي لواسيتك في السجن. الغربة سجن يا صاحبي، والله سجن. ولكنت سنابلك الخضر كلها وما مسك معي من يباس. يا صاحبي صدقني حين أخبرك أنه يكفي أن يرحل شخص واحد عنك حتى تستوحش من نفسك وتشعر بفراغ مهول كأنك ثقب أسود. لو ابتلعت كوكبا كاملا فلن تسد جوعك. ثمة جوع لا يسده إلا شخص واحد، وأنا جائع إليك. والسلام لقلبك. 2. السلام عليك يا صاحبي. تسألني ما أجمل شعور في الدنيا، فأقول لك أن تشعر أنك لا تهون، أن تشعر أنك بمأمن ولو أخطأت، وأنك مفهوم ولو خانتك مفرداتك، وأنك لا تستبدل ولو كنت في مزاج سيء، وأنك لا تغادر ولو شعرت أنت برغبة في أن تغادر نفسك. يا صاحبي لا شيء أجمل من أن تعرف أن خاطرك سيشترى على الدوام، وأن دمعتك ستمسح مهما كان الظرف، وأن يدك لن تترك مهما بدا الوضع شائكا. يا صاحبي لا شيء أجمل من أن تعثر على الشخص الذي يقول لك أنت عندي أولا، تأتي قبل الجميع وقبل نفسي أيضا، ثم تجده لا يقول فحسب، وإنما يتصرف على هذا الأساس أيضا، يضع راحتك قبل راحته وسعادتك قبل سعادته. ولو علم أن أمرا فيه سعادتك وحزنه لاختار أن تسعد
ولو كان سيحزن. يا صاحبي لا تحسبني أبالغ، هؤلاء نادرون ولكنهم موجودون. لا تحسبني أحدثك عن مستحيلات العرب الثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فإن لم تعثر على هذا الشخص فحاول أن تكونه أنت، والسلام لقلبك. الحمد لله كده قرأنا أول مقالين، مش عايزين نطول على بعض يعني إن شاء الله. بفكركم بالحاجة اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت، بان احنا نزرع ريحان بإذن الله عز وجل. بس كده، واسفة لو اخطأت في بعض نطق بعض الحاجات، لان انا وانا بصور معرفش، الواحد وهو بيصور بيتلجلج والله، مع اني قارئة الحاجة كذا مرة، بس بيجي يصور بيتلجلج، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل. وبرضه عشان شاشة التليفون صغيرة شوية بس، فعذرا يعني. والسلام لكل قلب.